السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد نصر في فيديو جديد زي ما اتفقنا. في فيديو النهاردة هنتكلم عن إزاي نربح من منتجات كليك بانك أو أي منتجات تانية، بس أنا هاخد كليك بانك كمثال عشان خاطر أستاذ خالد رجب بعت لي كومنت على الفيديو اللي فات اللي إحنا قلنا فيه هنحدد إحنا هنشتغل على إيه، وكان طالب حاجة لكليك بانك. بص، هي طريقة سهلة بس محتاجة آه، حبة تركيز، حبة انتشار، حبة حاجات كده هنتكلم عليهم في الفيديو ده. طيب هي ايه الطريقة؟ الطريقة باختصار ان احنا هنعمل انتشار بكلمات دليلية في الريلز او الشورتس بتاعت اليوتيوب. طيب الطريقة مجانية 100% وبتشتغل بطريقة مجانية في 100%. طيب خلينا بس عشان خاطر نبقى واضحين، لو انت معاك سيولة تقدر تشتغل اعلانات كمان، هتعمل معاك تحويلات عالية. بس لو طبعا اشتغلنا بالطريقة المجانية جالنا طلب أو اتنين، يعني أوردر أو اتنين أو تلات أوردرات في الشهر، فهيكون معانا ربح. ساعتها نبدأ نشتغل بالإعلان. لكن عشان أكون صريح، الأفضل طبعا دايما إن أنت تشتغل إعلانات. لكن لو مش معاك سيولة كافية إن أنت تعمل إعلانات وهتبدأ تشتغل مجاني، فالموضوع ما فيهوش أزمة خالص، تقدر تعمل الكلام ده. وبعد كده لما يجي لك فلوس تبدأ تشتغل بيها إعلانات. لكن طبعا لو عندك وقت اكتر وهتقدر ان انت تصرف وقت بدل الفلوس، فطبعا الموضوع ما فيهوش ادنى مشكله. طيب هي ايه الطريقه؟ الطريقه باختصار عشان لو مش حابب تكمل الفيديو ولو عندك فكره مسبقه عنها تقدر ان انت ما بقاش عامل زي الناس اللي هي بتخليك تتابع الفيديو للاخر بالعافيه والكلام ده كله. الطريقه باختصار ان احنا هنعمل ريلز سريعه الانتشار بنشرح فيها حاجه مبسطه، ونحط لينك في الاخر للمنتجات بتاعتنا عشان لو حابب يشتري. طيب في ناس هتقول انا مش هعرف اطلع بوشي، انا ما عملتش ريلز قبل كده، ما عملتش شورتس، ما عملتش فيديوهات، ما عملتش اي حاجه. انا هعرفك كل ده حالا، بس لازم اقول لك الفكره في البدايه عشان لو ما عندكش تقبل ليها ما تضيعش وقتك معايا وتبدا تلغي الفيديو. طيب إيه اللي انا محتاجه منك؟ محتاج ان انت تبقى مركز جدا جدا جدا، مجهز قهوتك بقى وجاهز انك تفهم. طب لو مش جاهز سيب الفيديو دوت وارجع له تاني لما تبقى جاهز. طيب انا جاهز، يلا بينا. يلا بينا نبدأ بقى الشرح بتاعنا. قبل ما أبدأ، ده طبعا الموقع بتاعنا أكيد أنتوا عارفينه، في كورسات بتاعتي كلها، في كورسات مجانية وفي كورسات بفلوس تقدر إن أنت تستفيد منه، وطبعا هتلاقي الرابط بتاعه في الديسكريبشن بتاع اليوتيوب. طيب قبل ما نبدأ ما تنساش طبعا لايك للفيديو، تعمل شير ليه، تعمل سبسكرايب للقناة لو ما كنتش عارف. طيب خلينا نبدأ عشان خاطر ما نضيعش وقت ونقول هنعمل إيه. الخطوة الأولى هنروح لكليك بانك أو أيا كان الحاجة اللي أنا مشترك فيها عشان أبدأ أجيب منها المنتج اللي أنا هبدأ أشتغل عليه. طبعا اللي ما يعرفش كليك بانك، كليك بانك هو موقع بيديك منتجات، تقدر إن أنت تسوق لها كأفيليتر، وبيديك فلوس على المنتجات ديت لما حد بيشتري من خلاله. طيب هتروح للماركت بليس طبعا بعد ما تسجل دخول. طبعا احنا اتكلمنا ازاي اعمل حساب في كليك بانك قبل كده وايه الحاجات اللي شبه كليك بانك زي الجافا زو الكلام ده كله. بعد ما تروح ماركت بليس تقدر تختار اي كاتيجوري او اي نيتش انت عايز تشتغل عليه. انا بحب دايما لما اجي اشرح اشرح في الدايت والويت لوز لان ليه انتشار سريع قوي وتقدر ان انت تجيب منه اكتر من منتج، تقدر ان انت تجيب البيانات بتاعته بسهوله اكتر. الناس بتحب تشتغل عليه، ناس كتير، قاعده بيانات او قاعده العملاء بتاعته واسعه جدا. طيب هبدا ان انا في السورت اعمل ويز جرافيتي زي ما اتفقنا. الجرافيتي بتكون افضل حاجه ان انا اتعامل بيها. انا هروح لمثلا العرض دوت، انا شايف ان هو سعره قليل فهيبقى التحويل بتاعه زياده. طيب انت ممكن تعمل ايه؟ انت طبعا لازم تفكر خارج الصندوق. يعني ايه؟ يعني تدور على منتج مختلف خاص بيك انت، تحاول تدور على منتجات ما فيهاش منافسه كبيره عشان تقدر تحقق نتائج كويسه. او العكس بالظبط، ان انت تدور على حاجات المنافسه فيها مهما كانت كبيره هتغطي الكل. زي بالنسبه لي انا بتكلم في الويت لوز، ناس كتير قوي بتدور على الويت لوز، المنافسه فيها عاليه وناس كتير بتشتغل فيها، بس برضو الكل بيبيع. طيب الافيد ليك كأن انت هتبدا ان انت تعمل ايه؟ ان انت تختار منتج جديد خاص بيك ما فيهوش منافسه جديده او منافسه كبيره، تلاقي المنافسه فيه بسيطه عشان تقدر ان انت تعمل منه مبيعات. طيب زي ما قلت هنرتبهم حسب الجرافيتي وابدا ادور
على حاجه مثلا سعرها رخيص بحيث انها تعمل تحويلات معايا لان انا لسه في البدايه. كل اللي هعمله ان انا هروح ادوس عليه هنا، هيبدا يفتح لي الموقع نفسه. ابدا اخد فكره هو بيقدم ايه. ده بيقول لك آه، ازاي تعمل عصير عشان خاطر تعمل انقاص وزن بطريقه فعاله. الموضوع كله بيكلفك $37. هتقدر تخس 8 كيلو في اسبوع واحد. 21 يوم هيخليك الوزن المثالي. بص، حاطط كل البيانات وعامل كل حاجه، عامل لاندنج بيدج زي ما بيقول الكتاب. طيب هو وفر عليا وجع قلب وان انا ابني واعمل الكلام ده كله. طبعا في طرق تانية ان انا اعمل بيها اللاندنج بيدج انا بنفسي، بس خلينا نتكلم عن الطريقه اللي بنتكلم عليها دلوقتي. كل اللي هعمله ان انا هروح للمنتج ده كده مثلا، واقول له ان انا عايز اعمل بريموت للمنتج ده. هيبدا يقول لي البيانات بتاعتك، وليكن ده اللينك بتاعه. كل اللي هعمله ان انا هاخد اللينك ده كوبي، وهبدا ان انا اروح اقصر اللينك ده. طيب هقصر اللينك ليه؟ عشان ما يبقاش طويل جدا زي ما انت شايف واخره كليك بانك، فالناس تبقى عارفه ان انت بتعمل افيليت او الكلام ده كله. طيب هروح لموقع شورتلي او كاتلي زي ده، وابدا انزل لتحت شويه كده. هتلاقي بيقول لك حط اللينك الطويل، وادوس شورتن. بدأ اهو ان هو صغر لي اللينك زي ما احنا شايفين. مجرد ما ادوس عليه لازم اختبره عشان خاطر اعرف اللينك شغال ولا لا. هو اشتغل اهو. طيب تمام. طيب هخلي اللينك دوت كوبي معايا كده عشان خاطر ابقى عارف انا هعمل ايه بعد كده. طيب بعد كده انا خلاص قصرت اللينك واخترت المنتج. طيب هعمل ايه؟ كل اللي هعمله ان انا هروح لعمنا جوجل. جوجل عادي خالص، وابدا ان انا اعمل سيرش على الحاجه بتاعتي. وليكن انا شغال في اللوز ويت، فانا هقول له إيه، طرق او خدع عشان انزل الوزن بسرعه من غير خبره زي ما احنا شايفين كده. وهدوس انتر عادي خالص. هيبدا يقول لي اهو في طرق كتير موجوده عشان خاطر ان انت تقدر تعمل بيها انقاص للوزن بدون اي خبره والكلام ده كله. طيب بس كده هوقف عند هنا. اه انا كده جبت اكتر من حاجه اقدر ان انا اتكلم عليها. خلينا ندوس على مزيد من العناصر كده. هيبدا يظهر لي العناصر كلها. شايفين مترتبين. اول حاجه ان انت مش عارف آه، آه، تاكل بانتظام وهدوء. طيب بعد كده هنعمل حاجه بسيطه جدا. هنروح لكانفا. ايه ده؟ ايه اللي هيوديني الكانفا؟ مش احنا عايزين نعمل فيديو ريل او شورتن؟ كل اللي انت محتاجه ان انت هتروح لكانفا، هتبدا تختار فيديوهات، وتبدا تقول له فيديو ريل زي كده طبعا، او تيك توك، او خلينا نشوف فيه فيديو اليوتيوب. برضه فيديو، اعلان فيديو يوتيوب، فيديو يوتيوب. احنا عايزين فيديو واقف عشان خاطر يبقى ريل او يبقى شورتن على اليوتيوب. خلينا ناخد اللي هو الريل بتاع الانستجرام. يبدأ يفتح معايا الصفحة دي. طيب بص، لو انت ما كنتش مركز في كل اللي فات، وقف بقى ولازم تبقى مركز في اللي جاي ده. ليه؟ لأن ده تقريبا أهم حاجة في الفيديو بتاع النهاردة كله. طيب اخترنا فيديو عمودي وهنبدأ. أول حاجة هروح هنا وأدور على كلمة دايت. هبدأ إن أنا أدور في القوالب على كلمة دايت. يعني ده كويس. لو وقفت عليه هتبدأ تشوف ده. أنا شايف إن هو كويس. خلينا ناخد ده كده وهنحطه هنا. خلينا نشغل عشان نشوفه. ده فيه حقوق ملكية بتاعت كانفا، مش هنقدر نشتغل بيه. خلينا نحدد كل ده ونرميه.
أبدأ أنزل لتحت شوية، أجيب حاجة من غير حقوق ملكية، وليكن نشوف ده. حلو أوي، ده مفهوش حقوق ملكية بثلاث ثواني. طيب، أبدأ إن أنا أرمي الحاجات التانية، أخلي الفيديو نفسه بس. حلو، جبت القالب. ممكن نعمل إيه بقى بعد كده؟ هنروح للعناصر وآخد شكل المربع ده كده، وهبدأ إن أنا أملاه في الشاشة كلها. طيب، بعد ما أملاه في الشاشة كلها، هدوس على الشكل ده كده واختار لون، وليكن خلينا نختار الأصفر، ونروح للثلاث نقط دول وندوس على الشفافية نخليها 50%. طيب حلو قوي، حتى الآن إحنا ماشيين زي الفل. دورنا على القالب للتخسيس، غيرنا اللون بتاعه للشكل كله. طيب، تالت حاجة هنضيف الكلام، وليكن عايزين نضيف كلام. هنروح نجيب نص، ندور على طريقة كتابة كويسة وليكن دي، ندوس عشان نغير الكلام ده ونقول وليكن 3 سيكريت هاك تو لوز ويت فاست. ومثلا علامة تعجب. هو في حاجة فوق هنا تركيب العناصر، ده مش محتاجينه، ده يترمي. احنا عايزين ده بس يكبر. خليه متوسطا. ممكن كمان نغير اللون، خليه مثلا أحمر. الأحمر مش أفضل حاجة، فخلينا مثلا نخليه بنفسجي. لازم تحدد كله عشان تغير اللون. ماشي، هو الواضح إن الفونت أصلا هو اللي فيه مشكلة، خلينا ندوس عليه ونغير الفونت. دور على خط كويس. هنشوف ده مش أفضل حاجة، برضه مش أفضل حاجة. تقدر تنزل حاجة أنت تلاقي خط كويس أنت شايف إن هو كويس. مثلا أنا شايف إن ده كويس جدا. اللون بقى رجعه مرة تانية مثلا الأسود. حلو جدا. طيب تعالوا نشوف هيبقى شكله عامل إزاي. طيب الكلام عايزين نخليه بحركة، وليكن يبقى كده. حلو أوي. طيب إحنا خلصنا دي، هنعمل إيه؟ هنعمل دبليكيت ليها. نعمل كده تكرار صفحة واحدة، هي اتكررت معانا أهي. ممكن بقى نغير الفيديو نفسه. هنروح طبعا للتصاميم اللي احنا كنا فيها. نبدأ الصفحة الحالية. هو تمام. هدخل الحاجات التانية، نعمل لها ديليت، بعدين نشغل دي. حلو قوي، نفس اللي عملناه المرة اللي فاتت هنعمله مرة تانية، بس هنغير اللون عشان خاطر يدي إن الشكل أفضل. خلي اللون مثلا المرة دي هو كان أصفر، خليه لبني. شفافية خليها 50 زي ما اتفقنا. وهبدأ إن أنا أبدأ إن أنا أضيف بقى كلام.
ايه الكلام المرة دي؟ خلينا نرجع للصفحة الأولانية ونجيب نفس الكلام ده كوبي، كنترول سي، نيجي هنا نحط كنترول في، ونخليه هاشتاج واحد. عايزين نخلي ليه تأثيرات الخلفية بتاعته. خلفية موضع التأثير. هتجيب إليمنت كده وتحط هنا، تحط الرقم ده كده، كليك يمين طبقة إلى الأمام. آه، طبقة من تحت. هو المفروض يبقى للأمام خالص، هنشوفه نحطه هنا. ونخلي اللون بتاعها، خلي اللون بتاعها مختلف، وليكن مثلا أحمر، رقم واحد. آه، نبدأ بقى ندوس فيه، نصغر شوية كده الكلام، نجيبه في النص. هنبدأ نغير الكلام. طب هنغيره بإيه؟ فاكرين إحنا التسع حاجات أو الحاجات اللي إحنا كنا فتحناها، اللي هي إزاي تخس لو ما عندكش خبرة؟ تنسخ رقم واحد، وهتيجي هنا تدوس بلس. خلينا نحط رسالة نص الإرسال، طبقة ثلج. طبعا نغير لونها، خليه أصفر، شفافية، خلي الشفافية بتاعتها وليكن 40. تعالوا نشوف كده الشكل هيبقى عامل إزاي. حلو جدا حتى الآن. طيب خلصنا دي، هنبدأ بقى إن إحنا نعمل دوبليكيت، تكرار صفحة واحدة. طبعا دي هتبقى اتنين. الكلام ده هنبدأ نغيره بالحاجة رقم اتنين، يوز سمايلر بس، في كوبي، هاجي هنا تسبين طبعا. طبعا بقدر أتحكم في أي حاجة في كانفا زي ما أنت شايف كده. كده بقت رقم اتنين. اقدر اضيف لحد ايه بقى؟ طبعا على جوجل ممكن تلاقي لحد اكتر من 100 نصيحه. انت كل اللي هتعمله ان انت هتفضل تعمل دوبليكيت دوبليكيت. طبعا الدوبليكيت التانيه ديت هتيجي هنا وتغير اللون عشان خاطر يبقى الشكل مختلف. خليها مثلا في الاخضر، عشان خاطر كل مره تلاقي شكل مختلف، مره احمر، مره اخضر، مره هكذا. طيب هتبدا تكمل دوبليكيت لكل البيج زي ما احنا عاملين، تبدا تغير في بقيه الكلام. طيب وبعدين يا سيدي، كل مرة طبعا هتعمل اللون مختلف عشان خاطر تخلي العميل يشوف الموضوع ان هو كويس. طيب بعد ما تعمل الكلام دوت لثلاث ولا اربع ولا خمس نصايح، هتعمل ايه؟ هتعمل دوبليكيت في الاخر، تكرار صفحة واحدة، وتيجي بقى تشيل الكلام ده، تشيل دي، تخلي الكلام ده بقى حاجة تانية. اللي هو ايه؟ اللي هو آه آه هنقول له مثلا تشيك اوت لينك in description description for more
for more information and tricks. حلو كده، نكبر دي طبعا. أكبرها بحيث إن هي تبقى جاية في الفيديو نفسه. تمام، والخلفية اللي وراها. طبعا طبعا طبعا، أهم شيء بقى إنك تبقى متأكد من اللينك بتاعك اللي هتحطه في الديسكريبشن. النقطة دي هنتكلم عنها. المهم إن إحنا لحد دلوقتي فاهمين إحنا بنعمل إيه. خلينا دي بالذات بقى نخلي اللون الشفافية بتاعته أزيد شوية. تعالوا نشوف بقى الفيديو كده من البداية خالص، هيبقى شكله عامل إزاي. عايزين نغير اللون ده مثلا نخليه أحمر. سيكتور هاك فور كذا، أول واحدة كذا والتانية كذا، تحويل، الكلام ده كله. طيب، حلو أوي لحد دلوقتي. طيب بالنسبة لنا كده احنا خلصنا الفيديو. كل اللي هنعمله ان احنا هنروح على كلمة مشاركة دي وهندوس عليها وهنعمل كلمة تنزيل. طبعا لازم اتأكد ان الفيديو بتنسيق MP4 جميع الصفحات، وهدوس تنزيل. يبدأ ان هو ينزل لي الفيديو زي ما هو كده. طيب خلاص نزلنا الفيديو. هنبدأ نعمل ايه بقى بعد كده؟ طبعا قبل ما نعمل كل دوت هنكون مجهزين قناة يوتيوب او صفحه فيسبوك، او الاثنين مع بعض. يا ريت يبقوا الاثنين مع بعض عشان نبدا نشتغل عليه. طيب اليوتيوب هنعمل ايه والفيسبوك هنعمل ايه؟ الاثنين تقريبا نفس الوضع، بس خلينا ان احنا نتكلم على اليوتيوب لان اليوتيوب فعليا هو اللي سريع الانتشار قوي 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 حتى في الدول الاجنبيه. فهنتكلم ان احنا عملنا قناه يوتيوب حتى لو ما عندناش فيها مشتركين، حتى لو ما عندناش فيها اي حاجه، هي هتبقى كويسه قوي حتى لو عاملينها النهارده او هنعملها مع بعض دلوقتي، مش فارقه. المهم ان انت يبقى عندك قناه يوتيوب. طيب هتعمل ايه في اليوتيوب؟ كل اللي هتعمله ان انت هتروح طيب هنصبر شويه لحد ما الفيديو يخلص ونجرب مع بعض بدل ما يكون كلام بس. طبعا هو الفيديو نزل اهو. طيب هنبدا نعمل ايه؟ هبدا ان انا اروح لقناه يوتيوب اهي لسه عاملها. هعمل ايه؟ كل اللي هعمله ان انا هدوس على علامه تحميل الفيديوهات دي وادوس على اختيار ملف. اهو الفيديو هيبدا ان هو يترفع. طيب هعمل ايه؟ هو طبعا كده اصلا معروف ان هو شورت. ليه؟ لان هو 16 ثانيه. طالما ما عداش الدقيقه فهيبقى شورت. انت تحاول ان انت تخلي الفيديو بتاعك ما يزيدش عن الدقيقه. طيب العنوان هكتب ايه فيه؟ العنوان هكتب 3 secret hacks to lose weight fast. ماشي، حلو العنوان ده. او ممكن اخلي العنوان ايه؟ اخليه 3 tracks to lose weight fast. how to lose weight fast in 3 hacks. وات ايفر اللي انت هتعمله، المهم ان انت بعديها هتقوم جاي هنا وعامل ايه؟ بارت بارت واحد. طب ليه؟ عشان خاطر يبقى في تكمله. انت هتعمل بارت واحد وهتعمل بارت اثنين وهتعمل بارت ثلاثه وهتعمل بارت اربعه وهكذا. طيب ده بالنسبه للعنوان. في الوصف هتقول discover how how to lose فلوس ايه؟ مثلا 10 LBS اللي هي كيلو جرام بس. فاست
using this tropical secret. وعلامة تعجب وانزل تحت هختار ايت كده واخد مسافة. فاكرين الرابط اللي احنا قصرناه بقى؟ ناخده كوبي اللينك ادرس وهاجي احطه هنا. ايه المشكلة؟ آه، تقريبا خاطري مش شغال. انا هكتب دي. ماشي. هبدأ انزل لتحت شوية. هبدأ انزل لتحت. مش محتاج ان انا اغير في اي حاجة من دول. كل اللي هعمله ان هنزل على عرض المزيد من الخيارات وابدأ انزل آه لحد ما اوصل للعلامات. حلوة قوي العلامات دي. طيب، ليه انا ركزت في حتة التاجز او العلامات؟ عشان خاطر العلامات دي هتخلي الفيديو بتاعي ينتشر بسرعة جدا. طيب، ازاي احط علامات تخلي الفيديو بتاعي ينتشر بسرعة؟ كل اللي هعمله ان انا هروح لموقع اسمه answerthepublic.com. طيب، بيعمل ايه الموقع ده؟ بتقول له الجملة اللي انت عايزها، وليكن هتقول هنا lose weight، ويقول لك انت عايز تعمل سيرش على ايه عشان تجيب الكلمات الدليليه المرتبطه بالكلام دوت. وليكن انا عايز اعمل في اليونايتد ستيت وبالانجلش، وادوس له السيرش. مجرد ما ادوس سيرش هيبدا يفتح لي الصفحه اللي قدامنا دي. كل دي نتائج الناس بتبحث عنها عن كلمه لوز ويت. طيب، انا مثلا هركز في كلمه هاو. زي ما احنا شايفين كده هو فاتح لي اكتر من حاجه في هاو، اكتر من حاجه في كان، اكتر من حاجه بهو. خلينا في هاو، وليكن هاخد آه how to lose weight without experience. كل اللي هعمله ان انا هدوس عليها تبدا تتفتح لي هنا. طيب، هاخدها كده كوبي واروح لموقع تاني اسمه ريبيت تاجز. زي ما انت شايف ده بالذكاء الاصطناعي. كل اللي هعمله ان هدوس على تولز، وبعد كده هدوس على يوز تول فور فري. هيفتح لي الصفحه دي. هحط الكلمه اللي انا جبتها من هنا اهي، وهدوس سيرش. هيبدأ يطلع لي كل التاجز اللي ليها علاقة بالكلمة الدليلية دي بدون أدنى تعب. هدوس عليها كوبي كده وارجع لليوتيوب، كليك يمين، بس. شفت السهولة؟ تهيألي مفيش أي صعوبة في الكلام ده. طيب، بعد كده انزل لتحت. تحط بقى الحاجات دي. لو انت حابب الانتشار يبقى أسرع، مثلا لغة الفيديو هتكون انجليش، انجليزية، الإنجليزية، آه، من غير تاريخ، من غير الكلام ده كله. حلو أوي الكلام ده. إعادة مزج الصوت، إعادة مزج فيديوهات شورتش. تمام. طيب، خلينا بس نطلع لفوق شوية. الصورة المصغرة لا يمكن حاليا تغيير الصورة المصغرة لفيديوهات الشورتس. ماشي، مش مشكلة. هبدأ أنزل لتحت، أدوس التالي. طبعا لا، الفيديو ليس مخصصا للأطفال. تالي. مستوى العرض هخليه طبعا بابليك أو علني، وهبدأ إن أنا أدوس نشر. طيب، طبعا هو كده بقى شورتس زي ما إحنا عارفين. زي ما أنت شايف حتى الرابط دخلك في الشورتس على طول لأن هو 17 ثانية. طيب، طبعا إحنا عارفين إن الشورتس سريع جدا في الانتشار وهيجي لك مشتركين في أسرع وقت. طيب، الطريقة بقى إنك تعمل أفلام كتير أو شورتس كتير بنفس الطريقة دي. بارت واحد، بارت اتنين، لانك ما تعرفش انه واحد ممكن ينتشر. طبعا احنا هنا محددين بارت 1. طب ازاي اعمل كده بسهوله؟
كل اللي هعمله ان انت خلاص انت عملت الفيديو ده، انت عملت 90% من الشغل فعليا. ليه؟ لان بكل بساطه كل اللي هعمله ان انا هرجع للفيديو دوت بس كده، وهعمل مثلا هنا مثلا 5، وبعد كده في الصفحه الثانيه هبدا اغير الكلام ده، الصفحه الثالثه هبدا اغير الكلام ده، الصفحه الرابعه ابدا اغير. اهم حاجه ان انت الصفحه الاخيره تفضل الشيك اوت لينك دي، عشان خاطر يبص على الديسكريبشن، عشان خاطر يروح للموقع بتاعك او يشتري من خلالك. طيب، آه تقدر تعمل قد ايه؟ اعمل 10، اعمل 20، اعمل 50، اعمل اللي انت محتاجه. لحد كده هو احنا المفروض ان احنا خلصنا ال آه الفيديو بتاع النهارده. خلينا نتكلم بس على كام حاجه شويه، عشان بس تبقى فاهم الموضوع ممكن يمشي ازاي. الشورتس بتشتغل او بتروح او بتنتشر بسرعه قوي، لان الاغلب دلوقتي بقى عامل زي التيك توك، ان هو عايز يشوف الشورتس بسرعه بسرعه بسرعه. فالفيديو دوت عشان قناه جديده ممكن يوصل لكام مشاهده؟ ممكن يوصل ل 500 مشاهده. طب ال 500 مشاهده ممكن تعمل منهم ايه؟ تعمل منهم 3 مبيعات، تعمل منهم مبيعتين، يا باشا تعمل منهم مبيعة واحدة. لو مبيعة واحدة في البداية هتبقى كويسة ليك انت في الاول. خد الفلوس اللي جاية لك من المبيعات دي، ما تاخدهاش خالص، لا اعمل بيها اعلانات، زود انتشار، قناتك هتكبر، هيبدأ يجي لك مشاهدات اكتر. طيب انا اقدر اعمل كده في ايه؟ اقدر اعمل كده في نيتش واثنين وثلاثة، مش لازم نيتش واحد. ابدأ اعمل قناة واثنين وثلاثة، كل ده مجاني، مفيهوش حاجة مدفوعة. كل اللي انت هتتعب فيه ان انت هتقعد تعمل الفيديوهات اول مرة، وبعد كده كلها هيبقى تغيير كلام وبسرعة والكلام ده كله. طيب، آه كده الفيديو خلص. انا عايز بس منكم حاجه بسيطه، ان انتوا في التعليقات تقولوا لنا الفيديو الجاي نتكلم فيه ايه. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه لو مش عاملين، واشوفكم المره الجايه على خير. السلام عليكم.